اختيار الأسهم الرابحة. في البداية خلينا نعرف يعني إيه سهم. لما بتشتري سهم أنت مش مجرد حامل لورقة مالية، أنت بقيت شريك في الشركة بقيمة السهم اللي اشتريته، وده معناه إنك زي الشركاء المؤسسين للشركة. لو افترضنا إن أنا جيت وقلت لك اديني 100,000 علشان أدخلك شريك في مشروع قائم، هتوافق بسهولة؟ أكيد طبعا لأ. هتسألني أسئلة كتير زي الفلوس ديت هتستخدمها في إيه؟ هتشتري بيها إيه وبكام؟ أرباح المشروع كانت إيه في الفترة اللي فاتت؟ عندك خطط توسعية أو تطويرية للمشروع؟ طيب العائد المتوقع على الاستثمار ده هيكون قد إيه؟ وهقدر أسترد رأس مالي في خلال مدة قد إيه؟ ومخاطر الاستثمار ده إيه بالظبط؟ وإزاي هقدر أخرج من المشروع لو حبيت؟ كل الأسئلة ديت ممكن تعرف إجاباتها من خلال التحليل المالي اللي بيبص على الأرقام ويحولها لنسب مالية علشان تقدر تقيم وضع الشركة. كل الأرقام ديت هتلاقيها في مواقع زي مباشر وتداول وأرقام. تعال بقى أكلمك عن خطوات اختيار شركة رابحة. ابدأ من المؤشر الرئيسي. كل دولة عندها مؤشر رئيسي في البورصة بتاعتها، زي في مصر EGX 30. الدولة بتنقي أفضل الشركات في البورصة وتحطها في المؤشر ده، فاحتمالية إنك تلاقي شركة رابحة من المؤشر عالية جدا. تاني حاجة، اختار قطاعات مختلفة. ما تحطش كل فلوسك في سهم واحد أو اتنين، على الأقل 6 أسهم في قطاعات مختلفة. تالت حاجة، دراسة الشركة. مهم تفهم طبيعة شغل الشركة وتاخد فكرة كويسة عنها وتعمل لها تحليل مالي وتحلل السهم بتاعها كويس قوي قبل الشراء. طيب لو لقيت أكتر من شركة في نفس القطاع، إزاي أختار السهم المناسب؟ هقولك على نصيحة وخلي بالك منها. ابحث عن الأسهم اللي انخفض سعرها بشدة مقارنة بمتوسط سعرها. يعني سهم سعره دايما بيكون 12 ولقيته 7، اشتريه. ومش بس تدور على الأسهم الرابحة، لكن كمان الأسهم اللي سعرها انخفض بشدة، يعني الأسهم الكويسة المظلومة. ولو لقيت سهم نازل وثبت على سعر معين وكل شوية يطلع عنه أخبار سلبية وما بقاش يتأثر بالأخبار السلبية ديت، اشتري فورا. تعال نتعلم ازاي نعمل تحليل مالي سريع للقوائم المالية من خلال الإجابة على 3 أسئلة. أول سؤال، هل أرباح الشركة بتزيد؟ تاني سؤال، هل التوزيعات النقدية مجزية؟ والسؤال الثالث، هل الشركة بتتقدم في أدائها المالي؟ وخلينا نبدأ بأول سؤال، هل أرباح الشركة بتزيد؟ علشان تعرف إذا كانت أرباح الشركة بتزيد لازم تبص على قائمة الدخل. في حاجات معينة لازم تدور عليها، وطبعا أهمها صافي الربح أو النت بروفيت، وهو الفرق ما بين الإيرادات والمصروفات، وده طبعا بعد خصم الضرائب. فلازم تقارن صافي الربح على مدار السنين علشان تشوف الاتجاه بتاعه. ويا ريت كمان تعرف نسبة هامش الربح اللي هي النت بروفيت مارجن. ده بيبين لك نسبة الربح الصافي للإيرادات، بتحسبه بالقسمة على الإيرادات. وخلينا نشوف مثال عملي. لو شركة حققت صافي ربح في السنين اللي فاتت كالتالي: في 2021 10 مليون، و2022 12 مليون، و2023 15 مليون، طبعا ده معناه ان الارباح بتزيد. ونيجي للسؤال التاني، هل التوزيعات النقدية مجزية؟ التوزيعات النقدية ديت بتعرفها من قائمة التدفقات النقدية او الكاش فلو، وكمان من الاعلانات عن التوزيعات اللي الشركة بتعلنها للمساهمين. التوزيعات النقدية لكل سهم ده الرقم اللي الشركة بتوزعه لكل سهم، ونسبة التوزيع بتحسبها بقسمة التوزيعات النقدية لكل سهم على سعر السهم في السوق. وخلينا نشوف مثال عملي. لو شركة بتوزع 1 جنيه لكل سهم وسعر السهم في السوق 20 جنيه، يبقى نسبة التوزيع هتساوي 1/20 بيساوي نص في المية. طبعا علشان تعرف ان الكلام ده كويس ولا مش كويس، ضروري انك ترجع تقارنها بشركات منافسة، وكمان تقارنها بمتوسط القطاع. نيجي للسؤال الثالث، هل الشركة بتتقدم في أدائها المالي؟ علشان تعرف إذا كانت الشركة بتتقدم في أدائها المالي ولا لأ، في كام مؤشر لازم تتابعهم، وهم بالترتيب: العائد على الأصول Return on Assets أو ال ROA، والعائد على حقوق الملكية Return on Equity أو ال ROE، ونسبة الديون لحقوق الملكية Debt to Equity Ratio. وخلينا نبدأ بالعائد على الأصول. ده بيبين لك كفاءة الشركة في استخدام أصولها لتحقيق الأرباح. أما العائد على حقوق الملكية فده بيبين لك العائد اللي بتحققه الشركة على استثمارات المساهمين. ونسبة الديون لحقوق الملكية ده بيقيس نسبة الديون مقارنة بحقوق المساهمين. وخلينا مع بعض نشوف مثال عملي. لو شركة عندها أصول بقيمة 100 مليون وحققت صافي ربح 10 مليون،
يبقى العائد على الأصول بيساوي 10 على 100 بيساوي 10%. ولو رأس مال الشركة 50 مليون وحققت صافي ربح 10 مليون، يبقى العائد على حقوق الملكية بيساوي 10 على 50 بيساوي 20%. ولو ديون الشركة 20 مليون وحقوق الملكية 50 مليون، يبقى نسبة الديون لحقوق الملكية بيساوي 20 على 50 بيساوي 40%. يبقى الملخص، علشان تعرف تجاوب على الثلاث أسئلة الأساسية دول هتحتاج البيانات دي. أول حاجة قائمة الدخل علشان تشوف صافي الربح وهامش الربح. تاني حاجة قائمة التدفقات النقدية والإعلانات عن التوزيعات علشان تشوف التوزيعات النقدية ونسبة التوزيع. تالت حاجة المركز المالي أو البالانس شيت، وده علشان تحسب مؤشرات الأداء المالي زي العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية ونسبة الديون لحقوق الملكية. وآخر حاجة هتكلم عنها أهم المؤشرات المالية الخاصة بالأسهم. لو لقيتهم تمام خد قرار الشراء. أول حاجة ربحية السهم. إزاي بنحسبها؟ بتساوي الأرباح التشغيلية أو صافي الدخل على عدد الأسهم. بنستبعد من الأرباح أي ربح غير تشغيلي، وكل ما كان نصيب السهم من الأرباح في زيادة كان أفضل. تاني حاجة مقرر الربحية بيساوي القيمة السوقية على ربحية السهم، يعني هتسترد المبلغ اللي استثمرته بعد قد إيه أو خلال كام سنة، وطبعا كل ما كان قليل كان أفضل. ومهم تقارنه مع مقرر السوق ككل، ولو لقيته قليل بص على الالتزامات. تالت حاجة القيمة الدفترية بتساوي حقوق المساهمين على عدد الأسهم. معناها لو صفينا شركة دلوقتي قيمتها هتكون كام؟ يعني في حالة تصفية الشركة هي ديت القيمة اللي هتكون مستحقة ليه. ولو القيمة الدفترية قريبة من القيمة السوقية بيكون مغري للشراء. رابع حاجة مضاعف القيمة الدفترية بتساوي القيمة السوقية على القيمة الدفترية، وده علشان تعرف سعر السهم مرتفع ولا منخفض. وطبعا كل ما كان أقل من 3 كل ما كان أفضل. وخليك عارف إن أنت مش محتاج تحسب المؤشرات دي، المواقع سهلت حساب المؤشرات المالية هتلاقيها جاهزة، مش محتاج تحسبها بنفسك. وخليني أقول لك نصايح إضافية لاختيار الأسهم الرابحة. أول حاجة ضروري بعد ما تحسب المؤشرات المالية الخاصة بالأسهم قارن التحليل المالي بتاعها بالشركات المنافسة وكمان متوسط القطاع. يعني بعد ما تعمل تحليل مالي للشركة مهم تقارنه بالشركات المنافسة ليها في نفس القطاع. ده هيساعدك تعرف إذا كانت الشركة بتحقق أداء أفضل أو أسوأ من المنافسين. كمان قارن الأرقام بمتوسط القطاع علشان تاخد فكرة عن الوضع العام للشركات في نفس المجال. مثلا لو صافي الربح أو هامش ربح للشركة أعلى من المنافسين ومتوسط القطاع، ده بيكون مؤشر إيجابي إن الشركة قوية في السوق. تاني حاجة نوع استثماراتك، ما تحطش كل فلوسك في سهم واحد، وزع استثماراتك على أكتر من قطاع وأكتر من شركة، وده علشان تقلل المخاطر. دايما خلي عندك تنوع في المحفظة الاستثمارية بتاعتك. تالت حاجة اتعلم أكتر عن التحليل الفني. بجانب التحليل المالي مهم تتعلم التحليل الفني علشان تقدر تحدد الوقت المناسب لشراء وبيع الأسهم. التحليل الفني بيعتمد على دراسة حركة الأسعار والرسوم البيانية. رابع حاجة خليك على اطلاع بالأخبار الاقتصادية، تابع الأخبار والمستجدات علشان تبقى دايما عارف اللي بيحصل في السوق. الأخبار ممكن تأثر على حركة الأسهم بشكل كبير. خامس حاجة استغل التكنولوجيا، استخدم التطبيقات والمواقع اللي بتقدم تحليلات وأخبار عن الأسهم. في مواقع كتير ممكن تساعدك تتتبع أداء الأسهم وتعرف المؤشرات المالية بسرعة. سادس حاجة استثمر في اللي تفهم فيه، حاول تستثمر في القطاعات اللي عندك فكرة عنها أو بتفهم فيها. ده هيخليك تقدر تقيم الشركات بشكل أفضل وتاخد قرارات استثمارية أحسن. سابع حاجة ما تستعجلش في اتخاذ القرار، ما تتسرعش في شراء أي سهم لمجرد إنه نازل. خد وقتك في التحليل والدراسة وتأكد إنك فاهم كويس الوضع المالي للشركة. تامن حاجة خليك صبور، الاستثمار في الأسهم محتاج صبر، مش كل يوم هتكسب ومش كل سهم هتشتريه هيطلع بسرعة. خلي عندك نظرة طويلة المدى واصبر على استثماراتك. تاسع حاجة اتجنب الشائعات، بلاش تمشي ورا الإشاعات وتشتري أو تبيع بناء على كلام الناس من غير ما تتحقق بنفسك. دايما اعتمد على التحليل والأرقام. عاشر حاجة استشير الخبراء، لو مش متأكد من حاجة استشير خبراء أو مستشارين ماليين ممكن يساعدوك تاخد قرارات أفضل ويكون عندك رؤية أوضح. النصيحة ال11 اتعلم من أخطائك، لو غلطت في اختيار سهم حاول تتعلم من غلطك وتعرف إيه اللي خلاك تاخد القرار الغلط ده.
التعلم من الأخطاء هيساعدك تتحسن وتبقى مستثمر أحسن. النصيحة 12: تابع أداء استثماراتك بشكل دوري. خليك دايما متابع لأداء المحفظة الاستثمارية بتاعتك، اعرف الأسهم اللي مكسبها كويس وكمان اللي محتاجة تراجع وضعها أو تبيعها. النصيحة الأخيرة وأهم نصيحة: استثمر بمبلغ تقدر تخسره، ما تركزش كل فلوسك في الأسهم. استثمر بمبلغ لو خسرته مش هيأثر على حياتك اليومية أو التزاماتك المالية. في النهاية، الاستثمار في الأسهم محتاج معرفة وصبر وتحليل. استخدم النصايح ديت علشان تزود فرص نجاحك وتقلل المخاطر. خلي عندك خطة واضحة واستراتيجية مبنية على علم والتحليل، ودايما كن على اطلاع بكل جديد في السوق.